تتمضمضي بالمية والملح ومش لازم تدفعي فلوس وتشتكي. احنا كده بنحب ندفع فلوس وفي الاخر بنندم ونشتكي ونزعل، مع ان الحل بسيط جدا. المية والملح موجودين في كل بيت. لو داومتي انك تتمضمضي بالمية والملح بجد مفيدة جدا لآلام الأسنان، التهابات اللثة، آلام الزور، لما تتغرغري، لما تخليها توصل كده لغاية زورك كده وتتغرغري بيها وبعدين تطرديهم من بقك. فبجد المضمضة دي مفيدة جدا، ولما تتمضمضي حوالين الأسنان كده بتطهر الأسنان وبتحافظ على إننا ما يبقاش فيه ريحة كريهة في البق. يعني مفيدة جدا 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 وبتعالج آلام اللثة، جميلة جدا. كل اللي عليكي انك هتجيبي مج من المية وعليه معلقة ملح، تمام كده، وهتدوبيهم وهتشربيهم. سوري، مش هنشرب، هنتمضمض بيهم او نستخدمهم زي الغرغرة. يعني لو زورك بيوجعك هتعمليهم زي الغرغرة كده وتطرديهم في الحوض، تمام. لو سناننا بتوجعنا هتتمضمضي بيهم وبرضو تتفيهم، تمام، مش للبلع، تمام. هتتمضمضي بيهم فقط لا غير وبعدين تطرديهم لبره. فجربي المية والملح، بجد مفيدة لكل شيء. سلام.